اوعى اكون ما كنتش خوخ. يا راجل، يا راجل، الخوخ في السوق هتلاقي ريحته بتنادي عليك. ايوه، الريحه بتنادي، والالوان كمان بيجذبك بصوره غير عاديه. على فكره انت لازم تاكل خوخ. هتقولي ليه؟ هقول لك. انت عارف الدكتور المحترم الله يرحمه المشهور الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، كان بيقول ايه عن الخوخ؟ كان بينصح باكله بشده. بيقول ان الخوخ مفيد جدا للبشره والمناعه، ويساعد الجسم ويحارب الالتهابات ويحافظ على شبابه. بس كده لا، في دراسه تاني بتقول ان الخوخ فيه مواد طبيعيه بتحسن المزاج وتبعد التوتر. الغريبه بقى، دراسه اخرى بتقول ان الخوخ بيحافظ على صحه العيون. ده غير بقى ان في دراسات تانية بتقول ان يعني بيطرد السموم من الجسم وبينظم الهضم، وان هو يعني بيحميك من الامراض وبيحافظ على الشرايين. الحقيقه في يعني دراسات كتيره جدا على الخوخ موجوده. وانا يعني كنت بحب راي الدكتور هاني الناظر، لان الحقيقه كان صادق في كلامه. طب الخوخ بيبدا امتى وبينتهي امتى؟ هقول لك بقى. بص، الخوخ بيظهر في اخر شهر ابريل، ويبدأ بقى النضج بتاعه الحلاوة في شهر مايو ويونيو. مع دخول يوليو يبدأ يقل في السوق، ويكون في أغسطس الموسم خلص خلاص. يعني الخوخ الموسم بتاعه مش كتير، مش ما بيقعدش كتير، ضيف عزيز قوي. يعني بيقعد بالظبط من مايو لحد يوليو. والحقيقة طعمه يعني له طعم ومذاق لا يمكن واحد ينساه. والواحد بيفرح بظهور الخوخ، لان ده معناه بدايه الصيف واوائل الربيع. عايز اقول لك بس يعني حاجه كده، ان اللي بيقول اللي ما اكلش، في مثل يعني مثل او كلمه مصريه بيقول: اللي ما ياكلش خوخ في وقته بيفوته طعم الخوخ وسحره. انا عايز اقول لك من فضلك الحق استمتع بالخوخ قبل ما يخلص،